هو بجد ليه الايفون ما يعملش حاجه جامده زي كده؟ يعني انا لما بمسك الموبايلات ديت بسال نفسي نفس السؤال كل مره. عندك شاشه في الظهر، كاميرات قويه، بطاريه عملاقه 7500 ملي امبير في جسم موبايل ارفع من الايفون، والشاحن ال 100 واط موجود عندك في العلبه، واعلى بروسيسور واداء موجودين في السوق دلوقتي. مفيش احسن من كده اصلا. تخيل تاخد الحلو من الايفون ومن الاندرويد وتحطهم في خلاط مع بعض، يطلع لك موبايل فيه مميزات قويه وجريئه ومختلفه. ده شاومي 17 برو ماكس، حتى الاسم متقلد من الايفون، بس بجد هو يمكن يكون احسن منه في حاجات كتيره. اولا هكون صريح معاك، انا اتاخرت شويه عشان اعمل مراجعه للموبايل ده، ولكن في الوقت ده انا كنت مهتم بيه، كنت بشوف له فيديوهات كتيره وكان بيشدني. العادي ان انا هفكس خلاص الموضوع، موبايل نازل بقاله شهرين، بس الشاومي كان مختلف المره دي. قلت لا، انا عايز اجربه حتى لنفسي سواء عملت عنه فيديو او لا، لان ببساطه كنت متحمس اجربه. سواء المواصفات على الورق جباره والتجربه نفسها كمان كانت تشد قوي، ملهاش دعوه بالمواصفات بس. فرحت جبت الموبايل من هارموني بلس واستعملته فتره، وقررت ان انا لا، عايز اشارككم برايي عنه. الفرق في الموبايل دوت من الايفون واصله للاسم كمان. انا قلت لك ان هو 17 برو ماكس زيه زي الايفون، والفكره ان شاومي كان الموبايل ده المفروض اصلا يبقى ال 16 مش ال 17. هم نطوا الجيل ده علشان يبقوا قريبين من الايفون، ونزلوا لنا بقى ال 17 العادي والبرو والبرو ماكس، حرفيا تقليد لابل. بس دوت مجرد طعم، اللي هو ايه، هنرميه للناس اللي بتحب الايفون، نشدهم يشوفوا الموبايل بتاعنا ويعجبهم اكتر من الايفون نفسه. لان اول لما تمسك الموبايل في ايدك هو ابعاده قريبه جدا منه. الجوانب المسطحه، الفريم الالومنيوم اللي خلاص رجعنا له تاني السنه دي، والمفاجاه ان وزنه اخف كمان 219 جرام، والوزن متوزع صح يعني علشان الشاشه اللي موجوده في الظهر ديت، فمش هتحس ان الموبايل مايل مثلا او اتقل في الحته دي. السمك بتاعه ارفع كمان 8 ملم، رغم ان انت عندك بطاريه هنا 7500 ملي امبير، هنتكلم عنها بالتفصيل قدام. الموبايل بطاريته مش طبيعيه. وطبعا احلى حاجه ان الشاحن ال 100 واط موجود عندك في العلبه، فانت هتقدر تشحنه بالسرعه الكامله من غير ما تدفع جنيه زياده. قبل ما نتكلم عن الشاشه اللي في الظهر ديت، خليني اقول لك الشاشه الاساسيه بتاعه الموبايل حجمها 6.9 انش، الحواف رفيعه ومتساويه، مفيش حافه عندك ادخن من الثانيه، والاضاءه بتوصل لحد 3500 نتس. رقم فعليا يخليك مش محتاج تفكر لا في شمس ولا في اضاءه ولا في اي حاجه، هتبقى شايف بشكل ممتاز جدا من الموبايل ده. الالوان مظبوطه، وعندك بي دبليو ام عالي، فده هيقلل الاجهاد بتاع العين علشان الناس اللي بتصدع من الموبايلات. هتلاقي الموضوع دوت احسن بكتير في موبايل زي ده. مفيش حاجه بتقطع الشاشه غير مجرد الكاميرا الصغيره اللي موجوده قدام، لان طبعا ما عندكش حاجه زي الفيس اي دي تاخد مساحه كبيره من الشاشه بتاعه الموبايل. هنا هم مستعملين زي كل شركات الاندرويد بصمه، وواحده من اسرع البصمات اللي انت هتجربها، لان هي فعلا بتفتح الموبايل بسرعه وما بتعلقش معاك، مش هتلاقيها مره بتفتح ومره لا. طبعا الحاجات بتاعه الشاشه المعتاده اللي احنا متوقعينها في الفئه دي كلها موجوده. LTPO AMOLED، 120 هرتز، دولبي فيجن، HDR10، والالوان من احسن الشاشات اللي انت ممكن تاخدها عموما. بس خلينا نتكلم على الحاجه المميزه اللي هنا، وهي الشاشه الثانيه اللي موجوده في ظهر الموبايل. حاجه مش طبيعيه، مش بتشوفها كل يوم، وجامده جدا هنا. اولا هي مش مجرد حاجه ضعيفه او جيمك او شاشه ملهاش لازمه، ملهاش جوده عاليه حتى، لان هي نفس مواصفات الشاشه الاماميه بالظبط. نفس السطوع اللي هو 3500 نتس، نفس ال 120 هرتز، نفس الاموليد. حرفيا شاشه كامله المواصفات، ويعني مش مكمله 3 انش، بس هي نينجا. تقدر تستغلها في كذا حاجه، اهمهم بالنسبه لي انك تصور سيلفي بالكاميرا الخلفيه. تخيل ان انت هتاخد صوره باعلى جوده موجوده في الموبايل ده، اللي هو اصلا فيه واحده من احسن الكاميرات اللي ممكن تجربها، هتتصور بيها بقى سيلفي مش مجرد للتصوير العادي بس. غير كده تقدر تعرض عليها الساعه، الاشعارات اللي بتجيلك، الخريطه لو انت سايق، وممكن حتى تربي حيوان اليف زي فهد اسود مثلا. هي حاجات صغيره يعني، انت مش محتاج تشتري الموبايل علشان تاخد مميزات زي ديت، بس هي روشه قوي، واي حد بيشوف الموبايل ده بيلفت نظره. تقدر كمان تحط لها خلفيه باي صوره انت عايزها موجوده في الجاليري عندك. وبصراحه كل ما بمسكها بقول لنفسي هي حاجه زياده وحاجه ممتعه جدا، بس ايه المانع؟ ايه المانع ان احنا نشوفها في موبايلات اكتر، او على الاقل نشوف موبايلات مختلفه بتقدم حاجه جديده وبتقدم حاجه روشه؟ وليه دايما الجرأه ديت مقفوله على الشركات الصينيه بس؟ هتقوم قايل لي ايوه يا احمد بس الايفون بيقدم سلاسه واداء حلو. تعال نتكلم على الاداء بتاع الشاومي. ده واحد من اول الموبايلات اللي جايه في العالم بمعالج سناب دراجون 8 اليت جين 5. المعالج ده قوي قوي جدا كمان. لو جيت قارنته بالاي 19 برو بتاع ابل هتلاقي ان هو زيه بالظبط تقريبا في كل حاجه. البنش ماركس بتقول كده، والتجربه العمليه بتقول كده. هتلاقي الارقام فعلا قريبه جدا من بعض في كل حاجه انت بتعملها في الموبايلين دول. عندك 16 جيجا رام في الموبايل،
واقل نسخه بتيجي فيه 512 جيجا بايت. فالتوليفه دي تخلي الموبايل حرفيا ما فيش حاجه ناقصاه، تقدر تعمل عليه مالتي تاسكينج براحتك، تقدر تشغل عليه اتقل الالعاب اللي موجوده في السوق، وحرفيا اي حاجه بيعملها الايفون هتلاقي الموبايل هنا بيعملها بنفس القوه. بس اي فلاج شيب دلوقتي سريع، يعني كل الموبايلات الفلاج شيب بتبقى الاداء بتاعها قوي. الفكره في السلاسه، ان انت بقى تفتح ابلكيشن وتقفله تلاقي انيميشن ناعم والحاجات اللي ابل متميزه بيها. ده اللي انا كنت فاكره بقى، وده اللي انا كنت اصلا مستغرب منه لما جربت الشاومي 17 برو ماكس. شاومي مش بتعمل اكتر سوفت وير انا بحبه وناس كتيره بتشتكي منه، بس هنا الموضوع مختلف. انا شفت سلاسه ونعومه في الموبايل دوت مش طبيعيين. انا اتفاجئت فعلا ان شاومي بقت تعرف تعمل انيميشن ناعم كده وتدي لك تجربه سلسه للموبايل، ودي كانت مشكله قبل كده عند الشركه. يعني كنا بنقول دايما الهاردوير بتاع شاومي حلو والسوفت وير رايح في داهيه. فالموضوع بجد كان مفاجاه جدا بالنسبه لي لما لقيته اتحسن قوي كده. طبعا معايا النسخه هنا الصينيه من السوفت وير، فمش هتلاقي كل البرامج والحاجات المعتاده بتاع جوجل اللي انت متعود عليها، ولكن ناس كتير متعوده ان هي تشتري الموبايلات النسخه الصينيه لان هي بتبقى سعرها ارخص وكمان جماركها اقل، وبعد كده هي بتتعامل بموضوع السوفت وير دوت لان ليه حلول كتيره ممكن نتكلم عليها في فيديوهات تانية. تعال نتكلم على البطاريه بقى، لان حجمها 7500 ملي امبير. ده علشان هم استخدموا تكنولوجيا السيليكون كاربون مش الليثيوم ايون، وده اللي سمح بحجم كبير قوي زي ده في جسم رفيع. يعني لما تيجي تبص اصلا على حجم البطاريه بتاعه الشاومي مقارنه بحجم بطاريه الايفون، المفروض ان انت مش هتلاقي فرق كبير قوي في الحجم نفسه. لكن لما تيجي تبص على الكاباسيتي او اللي هو دوت كام ملي امبير ودوت كام ملي امبير هتلاقي الفرق كبير. ده بسبب ان التكنولوجيا هنا احدث. برضو ما اعرفش ليه الشركات الصينيه بس لحد دلوقتي هي اللي بقت تستعمل التكنولوجيا ديت، سواء ريلمي، شاومي، اوبو، فيفو، هي اللي بتستعمل احسن بطاريات في العالم دلوقتي. اتمنى ان كل الشركات تنقل وتستعمل نفس النوع ده. الشحن ال 100 واط بتاع شاومي موجود عندك في العلبه، والموبايل برضو بيدعم سرعه شحن لاسلكي 50 واط، وبيدعم شحن لاسلكي عكسي 22 واط ونص. ده معناه ان انت ممكن تشحن الايفون بتاعك وايرلس من الشاومي. فدي عموما واحده من احسن تجارب البطاريات اللي انت ممكن تاخدها في 2025. بالنسبه للكاميرات فكالمعتاد من شاومي هم متعاونين مع لايكا في السلسله ديت، ودي واحده من اكبر شركات الكاميرات في العالم. عندك مودين للتصوير، الاوثنتيك ودوت اللي بيدي لك كونتراست اعلى للصوره والشكل بتاعها بيبقى مميز جدا في رايي، واللون الفايبرنت بتبقى الالوان متشبعه اكتر. انا اعتقد ناس كتيره هتحب دوت، بس انا شخصيا كان الاوثنتيك بجد مديني تجربه مستمتع بيها، تحس ان انت فعلا بتطلع حاجه من كاميرا احترافيه. هي قريبه لطريقه تصوير لايكا، تفاصيل الصور قويه جدا. في النهار او في الليل هتاخد صوره شارب، الحده والتفاصيل بتاعت كل حاجه باينه كويس قوي. الثلاث كاميرات اللي موجودين 50 ميجا بكسل مع اختلاف المواصفات بتاعتهم. التليفوتو هنا بتدي لك 5 اكس اوبتيكال زوم مش ديجيتال زوم، وفعلا بتطلع صور حلوه جدا. الالترا وايد بقى هي اللي كان عندي مشكله معاها شويه في الاضاءه الضعيفه، تحس ان هي الصوره ما بتبقاش باعلى جوده، بس برضو في الاضاءه القويه لو انت عندك نور كويس للصوره هتبقى الصوره ممتازه. السكين تونز زي اغلب الشركات الصينيه بتميل ان هي تبقى اوفر اكسبوزد او منوره زياده شويه، فاتحه زياده شويه. السوق الصيني عموما بيحب الموضوع دوت، وبما ان الشاومي 17 برو ماكس لسه ما نزلش عالميا اصلا، هو متوجه للصين، بالتالي مركزين على الحتت اللي هم بيحبوها. بس مفيش حاجه ما تقدرش تصلحها من الايديت، يعني انت ممكن تظبط الكلام ده كله براحتك. طبعا احنا لسه مستنيين الشاومي 17 الترا اللي التسريبات بتاعته ابتدت تنزل اصلا وهيتم الاعلان عنه قريب، وده بقى اللي المفروض الكاميرا بتاعته تنافس موبايلات زي الاوبو فايند اكس 9 برو او الفيفو اكس 300 الترا. ولكن الشاومي 17 برو ماكس هو برضه واحد من احسن الكاميرات اللي جربتها في 2025. الكاميرا الاماميه كويسه جدا، ولو ان انا خلاص قلت لك مش هتحتاج تستعملها لان انت ممكن تصور بالكاميرا الخلفيه سيلفي بفضل الشاشه اللي موجوده في الظهر، ولكن علشان اوري لك الفرق ما بينهم فديت الصوره بالكاميرا الخلفيه وجنبيها الصوره بالكاميرا الاماميه. طبعا في الكاميرا الخلفيه هتلاحظ بوكيه اكتر للصوره، او العزل اللي موجود في الخلفيه معمول طبيعي اكتر، لان هو فعلا طبيعي دوت مش بورتريه مود، هو ده الشكل اللي بيطلع من الصوره بسبب السنسور الاكبر بتاع الكاميرا الخلفيه. واللي على فكره من ناحيه تصوير الفيديوهات كمان مفيش حاجه ناقصاها، بتصور 8K، بتصور 4K 120 فريم، بتصور لوج، فانت تقدر تتحكم في الالوان بتاعتها وتطلع بحاجه محترمه جدا منها. وبالمناسبه كمان انت بعد ما بتلقط اي صوره بالموبايل دوت وحبيت تعمل لها ايديت، برنامج الصور هنا واحد من اكتر البرامج اللي بيديني تحكم في كل حاجه. يعني انا متعود على ليفل التحكم دوت من برنامج زي لايت روم مثلا، حاجه احترافيه
احترافيه متوجهه لده. شاومي هنا حاطه لك تقريبا كل المميزات موجوده جوه برنامج الجاليري او الصور نفسها. تقدر تعلي الجرين بتاع الصوره، تغير الهيوز بتاعتها، تختار لوك معين من بتوع لايكا او من لوكات تانية شعبيه جدا. انا بصراحه كنت مبسوط جدا بتجربه تعديل الصور هنا، لان انت مش محتاج تشترك في برنامج زي لايت روم او تدفع فلوس شهريه. انت البرنامج الاساسي اللي جاي مع الموبايل بجد تحفه. هو بجد كله على بعضه بيقدم تجربه جريئه قوي. زي ما قلت لك بيشد مستخدم الايفون وبعدين يديله تفاصيل احسن بكتير. ابل بتختار حاجه سيف ضامنه ان هي هتعجب كل الناس، انما شاومي عملت حاجه روشه، حاجه جريئه ومختلفه. لما تيجي تحسبها هتلاقي ان سعر الشاومي 17 برو ماكس زي سعر الايفون 17 العادي، يعني ارخص كمان كتير من الايفون 17 برو ماكس. انا بصراحه شايف ان هو صفقه حلوه جدا. تقدر تشتريه من نفس المكان اللي انا جبته منه، هارموني بلس، موجود في السراج مول، واحد من اشهر الاماكن اللي موجوده في مصر عموما. والمكان ده انا بحبه علشان هو فعلا بيجيب الموبايلات من بره مصر بسرعه جدا. انا بصراحه اتبسطت جدا من التجربه، وفعلا انك تتحمس كده في 2025 مش حاجه سهله. فبجد ده واحد من اكتر الموبايلات اللي انا استمتعت بيها السنه دي. وبس كده، كان معتاد، كان معاكم احمد كمال، استنوني في الفيديو الجاي.